السلام عليكم. اليوم بغيت نقدم لكم وصفة الشوفلور بلا صوص بلانش على الطريقة الأصلية، ونزيد معاه لي بولات تاع الشوفلور. عندي شوفلور قطعته ونقيته هكا، دوك نديره فور وكي يطيب نقلعه نخليه يبرد. عندي الشوفلور هنايا راني غابي يا قريب نص راس درته هنايا، وهذاك الصغير رابيته. عندي 250 غرام تاع لحم مطحون، حبه فرماج اختياري. عندي البيض، عندي المعدنوس مقطع صغير، نص حبه طماطيش، نص حبه ليمون، حبه بصل صغيره قطعتها صغير صغير. عندنا نص كاس تاع حمص طايب لا شابلور ثاني، وعندنا لي زيبيس تاع لاصوص شرويه، زنجبيل، حرور، كركم، تمر، ملح، وعود قرفه صغير. دوك نحط الشوفلاري فور ونبدا في لاصوص. نحط البصل يتقلى نص الكميه، صاي سي بون. نزيد عليه لي زيبيس، حمص ونص حبه طماطيش. نخليهم واحد 5 مينوت بعد نمرقهم بالماء. الان نمرقهم بالماء، كاس تاع ماء، ونخليهم يطيبوا. نوجد لي بولات تاع الشوفلور. درت 250 غرام لحم مطحون، حبه فرماج اختياري. دوك نزيد عليها الشوفلور، وعينك هي ميزانك، او ميم طون راكي تشوفي الى الكميه تكفي ولا ما تكفيش. نديرو نص نص، نص لحم نص شوفلور مرابي، ونزيدو نص حبه تاع بصل اللي قطعناها صغيره، نزيدو شويه معدنوس النصف، باسكو النصف الاخر نحتاجوه من بعد للتزيين. نزيدو حبه بيض، ملح، لا شابليو 3 مغارف صغار، الحرور، ونزيدو نصف مكعب تاع جامبو او الكمون. انا جربت كي ندير المكعب تاع جامبو يجيني لوغو شغل باين. الان نخلط، واني جايبه حبه بيض اخرى اون سي جامي نحتاجها. نوجد الكريات تاع شوفلور، ندير قطره زيت في يديا باش ما يلصقليش الحشوه، الكره على حسب انتي ما تقبلي، كاين اللي يبغيها صغيره وكاين اللي يبغيها كبيره. كي ديري الزيت كاع ما يلصقلكش، قطره ما تكثريش. وجدت الكوريات دوك نديرهم في لاصوص بلانش يطيبوا. نحطهم بالحبه، كي نحطهم نخليهم صاي حتى يطيبوا، ما ندورش كاع بهم. راني ستفتهم ما شاء الله، لا كولور تاع المرقه راهي صفرة دوري. الكركم يعني يعطي لون رائع للمرقه. حطيتهم، ما لازمش نهزهم، نخليهم حتى يتماسكوا. كي يتماسكوا عادكش باش نغلق على الطاجين او ميم طوني مهفت عليه، باسكو اون سي جامي ممكن يكون طوية للطاجين وتغلقيه ممكن يتحلوا. اما نخليهم كيما هكا حتى يتماسكوا، اي ابخي نغلقوا على الطاجين. نوجد لا ماريناد ولا ماريناد على حسب الشوفلور اللي عندك. الملح، الحرور، 3 حبات بيض، معدنوس، ونولي نزيد بالفارينه حتى تولي القوام تاعها ثقيل. القوام تاعها ثقيل، نزيد عليها شويه حليب، 2 مغارف ولا 3 مغارف على حسب الكميه اللي عندك، بحيث كي لازم ندير الورده تاع الشوفلور يليق قاع تتعمر، شغل يبقى فيها لا مارينات تبقى فيها.
صاي هذا هو القوام اللي نحوس عليه. دوك نزيد عليها 3 قطرات تاع السيترون تاع الليمون. الشوفلر طاب، دوك نقصته في لامارينات، ما خلوش يطيب بزاف باش ما يغبناش. وكي نبغي نقليه فاني نعاود نغسطه باش يجي معمر. باش نشوف الزيت اللي راه حامي قصت فيه شويه من لامارينات بالخف طلعت فاضت. دوك نعاود نغطس الشوفلور دوزيام فوا ونحطه في الزيت، ونحطه دائما من جهه الورده، نخليه يتحمر. وهذا اللي بقى لي زياده ندير به من بعد اومليت. باش المرقه تجيني عاقده شويه معدنوس ونعصر عليه شويه ليم، ندير يديا باش البذور ما يطيحوش تحت، نزيد عليهم شويه مرقه. وكي توجد المرقه تاعي كاع طيب يعني كامل وتعقد، نزيد عليها هذا المكون. طبق وجد نزدت معاه شويه بطاطا مقليه. هذه اول مره انا نجرب لي بولات، جاو ما شاء الله الذوق تاعهم رائع. وقليت الشوفله بلا مارينات كيما نديرو حنا العاده في بكري. وبقات لي شويه تاع شوفله مبشور، زدت معاه لا مارينات فاني اللي بقات لي وشويتهم بهذه الطريقه بدون زيت. والمرقه تاعو هايوينه، المرقه صفيتها قلعت منها لي بوله تاع اللحم وصفيتها كاع باش تجي صافيه يعني جات كي الذهب. ايوا وعقدتها بالمعدنوس وشويه ودروك نضيفها على الشوفلات، على طبق الشوفلات، يعني لمسه عصريه. لا غوسيت تاعنا تاع بكري. ونزيدو نزوقوها بشويه، نشبحوها بشويه معدنوس. وهذه كذلك. بالصحه عليكم، ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. في وصفه اخرى ان شاء الله.